السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم فيه صحه جيده. برافو صراحه، برافو للمغاربه اللي من بعد واحد الحمله مسعوره من واحد القناه وبالضبط من واحد الاعلامي اللي هو صالح الازرق اللي بدا كيهجم المغرب لانها رفضت المساعدات من عند الجزائر، وربط هذا الشيء بتاخر المساعدات، والمغاربه ضغطوا ودرنا واحد الحمله صراحه. وبرافو للمغاربه، داروا واحد الحمله في فيسبوك وفي تويتر، ضغطوا على القناه باش انها تجيب، لانه منع التدخلات، كان كيقمع التدخلات المغاربه اللي كانوا كيحاولوا يشرحوا، ولكن ضغطوا على القناه باش انها جابت محللين خبراء مغاربه كيشرحوا هذا الشيء اللي غنشوف في هذا الفيديو. جوج المحللين المغاربه، واحد غيتكلم على هذه القرارات الاستعجاليه اللي دارها صاحب جلاله، شنو الفائده ديالها والشرح ديالها كامل، وكذلك واحد الخبير في هذه الكوارث بانه كيشرح استراتيجيه المغرب كيفاش انه كيتعامل مع هذا النوع ديال الكوارث، وان اللوم ماشي على الحكومه ولا على المغرب، ولكن هذه طبيعه الطبيعه الجغرافيه او الطبيعه ديال التضاريس اللي كاينه تما. والحمد لله المغاربه بينوا هذه الامور. خليك تشوف الفيديو من الاول حتى الاخير. بطبيعه الحال الا كنتي اول مره كتجي القناه ديرنا واحد لايك واشتراك. في الوصف كاين قنوات احتياطيه، خليك تشوف الفيديو من الاول حتى الاخير، ونتلاقاو في الاخير نشوفوا هذه الصفعه القناه واللي الناس اللي الاعلاميين اللي كانوا كيعادوا المغرب واللي داروا حمله ضد المغرب. خليك تشوف الفيديو. لنا الديوان المغربي الملكي عقب اجتماع خاص بالفئات الاكثر تضررا من الزلزال عن تقديم مساعده ماليه مباشره للمساكن المنهاره والتي انهارت جزئيا جراء الكارثه الطبيعيه. واوضح الديوان الملكي عن وضع خطة لتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة، ويشمل البرنامج نحو 50,000 مسكن انهارت كليا أو جزئيا. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30,000 درهم للأسر المعنية. وأفاد بيان الديوان الملكي أن محمد السادس أكد على أن إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى. وأعلنت السلطات المغربية في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلا وفق تقديرات غير نهائية. لمناقشة الوضع في المغرب أرحب بضيفي الدكتور أو السيد عثمان أمكور، الناشط والباحث الحقوقي من الرباط. أهلا بك سيد عثمان معنا. بداية، كيف يبدو الوضع في المناطق المنكوبة؟ تحية طيبة مجددا أستاذ سوسن، وأجدد التعازي لأسر الضحايا سواء بالنسبة لزلزال الحوت هنا بالمغرب، وكذلك بالنسبة للفيضان الذي ضرب ليبيا وأشقاؤنا في ليبيا. في الواقع المشهد هنا في المغرب بدأ يستقر، خاصة في عمليات تدخل القوات المدنية والجيش المغربي وعمليات إيواء أكثر من نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم إنقاذهم من براثن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وأقاليم عديدة هنا في المغرب. الوضع بدأ يستقر والمشهد بدأ ينجلي صراحة بالنسبة لنا هنا في المغرب. أقاليم عديدة الطرقات إليها فتحت، وأصبحت السيارات التي محملة بالمساعدات المغربية سواء من القوات الرسمية، سواء من الحكومة أو كذلك من الجيش المغربي أو كذلك من القوى الفاعلة المدنية هنا. كل المغاربة يساهمون من أجل انتشال إخوانهم هناك في إقليم الحوز وإقليم شيشاوة وإقليم تارودانت والمناطق التي ضربت الزلزال. نعم، كيف يتم التعامل مع من فقدوا منازلهم في ظل إعلان العاهل المغربي عن خطة لتوفير المساكن؟ حاليا كيف يتم التعامل مع هذه الأعداد؟ حاليا في الواقع هناك أكثر من 200 خيمة في مجموعة من المناطق، وأكثر من 100 خيمة أخرى تنضاف إلى أكثر من منطقة ضربها الزلزال سواء في إقليم الحوز أو شيشاوة أو تارودانت. كل خيمة يعني يمكن أن تحتوي أكثر من ما يقارب حقيقة من 12 شخص، أي ما يفيد إمكانية احتواء كل الضحايا الذين تم تشريدهم بفعل زلزال الحوز. كذلك هناك خيم عسكرية مفادها تقديم الوجبات الغذائية سواء من إفطار أو غداء أو عشاء لكل أسر المتضررين. هذه فقط خطوات أولى لتسبق الخطة التي تقدم بها جلالة الملك محمد السادس من أجل الإعمار.
ما ذكرته يندرج أساسا في سياسة الإنقاذ وفي سياسة احتواء المشهد. أما سياسة الإعمار كما أشرت في مقدمة تقريرك هي تندرج في أكثر من شيء معين. وزارة الداخلية أحصت أكثر من ما يقارب 50,000 منزل تضرر بشكل جزئي أو بشكل كلي. تم توفير 3,000 دولار لكل أسرة تضررت. تم توفير ما يقارب 18,000 دولار للأسر التي فقدت منازلها بشكل كلي، و14,000 دولار للأشخاص الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي. كذلك هناك مسألة مهمة أريد أن أشير إليها، هو أن الملك أفاد أن كل اليتامى جراء الزلزال هم أصبحوا من مكفولي الأمة. وأنا هنا أوضح ما معنى مكفولي الأمة. هو أن الدولة المغربية تتكفل بكل الأمور المرتبطة بالتعليم والإعاشة والصحة إلى أن يبلغوا سن الرشد. طيب نعم، يعني سيد عثمان، في ظل رفض المغرب المساعدات من بعض الدول وفي ظل عدم القدرة على الوصول حتى الآن لبعض المناطق النائية، إلى أي مدى على الأرض المغرب قادر لوحده على تحمل تبعات هذه الكارثة؟ أولا المغرب وصل إلى كل المناطق التي ضربها الزلزال. المشكلة كانت في البداية في الأيام الأولى المرتبطة. هل الآن تم تغطية كافة المناطق النائية؟ كل المناطق النائية التي ضربها الزلزال تعرف تواجد السلطات المغربية. أغلب الطرقات تم فتحها. إلى اليوم لا زالت هناك محاولات إنقاذ أرواح. اليوم هناك خبر إنقاذ سيدة كانت تحت الأنقاض لأيام. عمليات الإنقاذ لا زالت متواصلة. المغرب ليس أيضا وحيدا في هذه الأزمة. هناك شركاء للمغرب، هناك شركاء تم اختيارهم وفق تنسيقات معينة، وفق ضوابط معينة، حتى لا ينسل العقد. أنا مجددا أريد أن أوضح أن حتى الفرق المساعدات الموجودة بمعداتها الثقيلة لا تستطيع أن تصل إلى أعالي الجبال، وبالتالي صحيح. حتى إذا تم فتح هذا المجال فهو لا يعني تحسين الصورة كما يتخيل البعض، بل ما قامت به السلطات هو الأمر المطلوب. لأن الحقيقة هو أن لا يعرف كما يقال شعاب هذه الجبال أكثر من أهلها، فبالتالي القوات المسلحة وكذلك الدفاع المدني وكذلك كل قوى المجتمع المدني مجندة من أجل أن تكون حاضرة في هذه اللحظة الحرجة. طيب، الهزة الارتدادية التي حصلت بين ليلة البارحة واليوم هل تركت أي أضرار، وإلى أي مدى أيضا، يعني لو نتحدث قليلا عن الوضع النفسي الآن للسكان في ظل هذه الهزات الارتدادية، يعني كيف يتعاملون مع الوضع؟ سؤال مميز أستاذة سوسن. في الحقيقة المجلس الوطني للجيوفيزياء المغربي قال أن هذه الهزة الارتدادية ليست بالقوية، ولكن علينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وبالتالي كل الذين تضرروا عليهم أن يبتعدوا من المناطق المتضررة قدر الإمكان. ولذلك كما أشرت أن هذه الخيام وإيجاد مأوى حسب الخطة التي جاء بها جلالة الملك محمد السادس والتي ستنفذها الحكومة المغربية، الغاية منها هي تقديم مجموعة من الخطوات من أجل إعطاء مأوى لهؤلاء الضحايا. النقطة الثانية وهي المهمة التي أشرت إليها هي الضرر النفسي. هناك مرشدين اجتماعيين ومرشدين نفسيين حاضرين في عين المكان، عملهم الوحيد هو التخفيف الوطأة على الضحايا. هناك تقريبا مجموعة من البيانات الرسمية غايتها هي حماية الطفل من استخدام صورته أو الابتزاز، أي أنواع الابتزاز التي يمكن أن يتعرض لها الضحايا سواء الأطفال أو النساء أو الجميع. فبالتالي هذا الملف أيضا حاضر ضمن الأولويات. وكيف في تقديرك من موقعك كخبير تم التعاطي مع هذه الكارثة؟ صعوبة التلخيص والإجمال، ولكن يمكن القول أن المغرب كدولة بمؤسساتها وكمجتمع مدني له خبرة ليست بسيطة في إدارة الكوارث. طبعا ليس بحجم الزلزال. آخر زلزال ضرب المغرب كان سنة 2004، كان زلزال محدود في الحسيمة وكانت خسائر البشرية بسيطة. الآن نتحدث عن منطقة جغرافية شاسعة تصل مساحتها إلى تقريبا مساحة فلسطين التاريخية أو مرتين ونصف مساحة لبنان أو ثلث مساحة الأردن، حتى
يتم المقارنة ويعرف الناس بأن المنطقة ليست بسيطة، ناهيك عن أن المنطقة فيها يعني السفوح والجبال، منطقة جبلية وصخرية وفيها أودية إلى آخره. الآن الهلع هو المنتشر، يعني هي هزات ارتدادية كثيرة، ليست الأولى والثانية. الآن تم يعني عد أكثر من 100 هزة ارتدادية، وهذا طبيعي، والدرجات تختلف. في البداية كانت يعني قوة الهزة الارتدادية وصلت في البداية في اليوم الأول إلى 6 درجات، اليوم 4.6 درجات، هي قوية كذلك. لذلك شعروا بها الناس في مجموعة من الأقاليم بما في ذلك مدينة مراكش. فالهزات الارتدادية لا خوف منها، هي ضرورية حتى تنفذ طاقة الزلزال الكامل، يعني وستستمر معنا الهزات الارتدادية. الخطورة فقط هي الدخول إلى البيوت المتصدعة، والحمد لله هناك وعي عام الآن لدى الساكنة ولدى المتدخلين عموما بأنه الدور المتصدعة يمنع منعا باتا الدخول إليها، لأنه بعد كل هزة ارتدادية يمكن أن تسقط، تنهار هذه البنايات. بالإضافة ينبغي كذلك تجنب المناطق التي فيها شقوق خصوصا في السفوح، لأن هناك انهيارات أرضية، كل مرة نسمع انهيارات أرضية في منطقة. في السفوح تكون خطورة، تتحرك الصخور فتنزلق الصخور كذلك. فالأجواء العامة في المنطقة المنكوبة هي أجواء الترقب والحذر، لأن يعني الناس لا تسير في أرض هامدة جامدة، لا، هناك صعوبات، وما يزيد في الصعوبات أكثر. وكما علمتم من متابعيكم ومن مراسليكم فأن المنطقة الجغرافية فيها تضاريس صعبة جدا، فنتحدث عن قمم جبال الأطلس الكبير اللي هي يعني قمم عالية. قمة تبقال 4167 هي 9 قمة في إفريقيا. نتحدث كذلك عن ضعف وهشاشة الشبكة الطرقية، نتحدث عن هشاشة البناء. بالضبط. وأنا كنت سأسألك يعني ما الذي يفسر كل هذا الدمار وهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا ما عدا قوة الزلزال؟ تم الحديث كثيرا عن البنية التحتية، تم الحديث عن طبيعة البناء، المنازل يعني لا تملك حتى مقومات الصمود أمام بعض المنازل، يعني لا تملك صمود حتى أمام رجات عادية، فما أدراك بزلزال بحجم 7 درجات. لا، هذا هو البناء التقليدي منتشر في كل ربوع المملكة. طبعا الحال يكون اختلافات في كيفية البناء وفي مواد البناء، ولكنها تبقى في النهاية هي مواد بسيطة، يعني مواد محلية أساسا من الطين والطوب والحجارة واستعمال القصب إلى آخره. هذا هو السائد، ولكن كيفية البناء هي التي تختلف. أغلب هذه المناطق هي مناطق تسود فيها الهشاشة الاجتماعي، بأن الناس ليس لها إمكانيات حتى تبني بالبناء التقليدي بناء متينا كما هو في جل المدن العتيقة. كل البنايات التي تراها في المدن العتيقة هي مبنية بالطرق التقليدية وهي صامدة. رأيتم الصومعة الكتبية التي تمايلت وظلت صامدة، وهي مبنية بالحجارة كذلك تقريبا نفس المواد، الاختلافات بسيطة، ولكن التقنية هي التي تختلف. فنحن أمام منطقة تسود والهشاشة، البيوتات بسيطة حتى التي بنيت بالمواد الحديثة بالخرسانة والإسمنت المسلح، هي يعني لن تكون تلك الخرسانة التي تقاوم الزلازل أو تلك المتانة نظرا للظروف الإمكانيات البسيطة للأهالي. ثم إن أغلب البنايات هي بنيت قبل صدور القانون المضاد للزلازل، والقانون الذي يلزم البنايات للحصول على رخصة بناء أن يكون هناك تصميم للخرسانة أو تصميم لإسمنت المسلح. أستاذ أحمد، هل يوجد في المغرب منظومة كاملة للتعاطي مع الكوارث استشرافا استباقا ثم الجهوزية عند لحظة وقوع الكارثة وما بعد؟
هل هناك منظومة؟ نعم، أنا قلت بأن المغرب له إدارة وخبرة في إدارة الكوارث، ولذلك الآن 50 دولة قدمت خدماتها وأرادت تساعد المغرب فقط اختار 4 دول أو 5 لأنه لا يحتاجها، لأن هناك إمكانيات بشرية، هناك إمكانيات لوجستيكية، هناك خبرة، هناك القوانين تنظم التدخل في الكوارث. يعني الساعة الأولى عندما تحدث الكارثة، طبعا الزلزال لا يمكن التنبؤ به، ولكن هناك جهوزية، هناك مؤسسات خاصة للتدخل في بعض الدول لديها الهلال الأحمر، الصليب الأحمر. نحن بالإضافة للهلال الأحمر والمجتمعات وجمعيات المجتمع المدني، هناك مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تتدخل ليس فقط داخل المغرب، حتى في الخارج. هناك القوات المسلحة الملكية التي لها خبرة كبيرة في التدخل في الأزمات وفي الكوارث سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. يعني بناء المستشفيات ميدانية، الهندسة العسكرية تقوم بفتح الطرق ويعني بناء القناطر بسرعة، يعني جهوزية لا أقول كافية حتى يعني يكون هناك تدخل سريع وشاسع في رقعة جغرافية كبيرة وبدمار كبير كما حدث في زلزال الحوز والمناطق ولكن هناك تعبئة. هذا لاحظتم في وسائل الإعلام مختلفة، لاحظتم التعبئة الجماهيرية يعني الخيالية. أقول أنا عايشت عدد من الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب، لم أرى في حياتي مثل هذه الهبة الجماهيرية. ما زال لحد الآن تجمع مساعدات، والمساعدات التي وصلت المنطقة تكفي لشهر أو شهور، يعني لدرجة أن الناس بدأوا يصدرون بلاغات ونداءات كفى المساعدات الغذائية لأنها يمكن أن تفسد. الآن مطلوب هو إيجاد المآوي المؤقتة. لذلك طيب في هذه النقطة أستاذ أحمد، يعني ما عتب على المغرب أن جملة المساعدات، هناك مساعدات من مؤسسات دولية مثلا وما الدول الكبرى، لم يكن هي مساعدات من نوع يعني الأغذية أو الألبسة، هي مساعدات تقنية، مساعدات لإزالة الأنقاض، لأن تعرف اليوم إزالة الأنقاض هذا علم كامل، يعني مسألة بسيطة، يتطلب تقنيات، يتطلب تكنولوجيا، يتطلب خبرات. هناك دول لها خبرات عالية جدا ولها إمكانات. فكان الآن من المفروض خاصة في إزالة الأنقاض، في البحث عن الناجين، وكذلك في فتح الطرقات. وأنت أشرت بأن أغلب حتى المسؤولين المغاربة قالوا بأن من جملة المشاكل هي انقطاع الطرق. ألا كان يجدر بنا المغرب، لأن مهما كانت طبيعة الكارثة دائما هي أقوى من الدول، ولو كانت هذه الدول عظمى بعض الكوارث الطبيعية أقوى منها. ألا كان يجدر بنا المغرب الآن أن يستعين بكل ما يمكن أن يقدم إليه في هذا المجال حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه وتعود الحياة الطبيعية في أسرع وقت؟ يعني من لم يزور المناطق يعني يمكن أن يفهم هذا. طيب نفهم معك. نعم، الآن هناك قوافل من سيارات الإسعاف ومن الآليات ومن السيارات ومن الشاحنات التي تنقل المساعدات، كلها تكون مصطفى صفا واحدا وراء الجرافة التي تفتح الطريق بمتر بمتر، وبعض الأحيان تسقط حجارة على هذه الجرافة وتدفنها، فيكون يعني الأمر هو إنقاذ الجرافة واستبدالها جرافة أخرى. الأمر صعب جدا. هناك الآن متطوعين، أفراد جاءوا ليس من الدول، أفراد جاءوا الذين يتعاملوا دائما مع هيئات المجتمع المدني المغربية، هناك موجودين ولكنهم في الفنادق، لأنهم ينبغي أن تفتح الطرق حتى يصلوا إلى الأنقاض بإزالة الأنقاض. الأهالي قاموا بذلك، والفرق الإنقاذ المغربية هي كافية، والاستعانة بفريقين، فريق إسباني وفريق بريطاني، لحد الآن كافي. ونحن الآن في اليوم السادس أو 11 حتى ليلة الزلزال، ففي اليوم السابع يعني الآمال الآن أصبحت يعني نفقدها يعني بالتدريج.
كما شفتوا الاخوان صراحه عجبوني هاد الخبراء المغاربه وضحوا بالتفصيل، وشكرا للمغاربه اللي داروا الحمله، لان الاخوان شيء مهم. ربما كيبان لكم هذا الشيء راه تافه، ولكن هذا الشيء مهم، لان التوثيق خاصنا نوثقوا هذا الشيء باش ما يدوزوش مغالطات، ما يقولوش على ان المساعده رفض المساعدات من فرنسا او من الجزائر هي سبب التاخر. لا، المغرب قاد بشغالو، والمغرب فسر، وشنا الخبراء كيفاش فسروا بهذه الامور. ما نخليوش الامور تزيد تراكم، ما نخليوهاش تدوز بتاتا. يعني برافو المغاربه. بطبيعه الحال عطينا راي ديالك في هذا الموضوع، واش مزيان هذه الحملات، مزيان هذا التواصل، نبقاو نتواصلوا مع القنوات الاجنبيه خصوصا العربيه اللي كتبغي تدوز مغالطات. بطبيعه الحال اعاز من بعض المندسين اللي كارهين المغرب، مزيان تكون يعني نتواصلوا مع الاعداد ديال هذه القنوات اللي كيديروا شي باش نضغطوا عليهم يجيبوا خبراء مغاربه، او على الاقل خبراء باش يزيدوا يشرحوا هذه الامور. برافو على المغاربه، شابو عليكم. تنتظر واحد لايك واشتراك، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.